مين احسن مدرب في الدوري الانجليزي؟ انا متاكد لو احنا قعدنا وسالنا كده اصحابنا مين احسن مدرب في الدوري الانجليزي، كل واحد يقول لك اسم، ممكن نختلف في اسمين ثلاثه، ومفيش حد هيقف على قرار وكلنا نقف على قرار. ففي الفيديو ده هقول لك مين احسن خمس مدربين ومين اسوأ خمس مدربين في الموسم ده في الدوري الانجليزي. عشان بقى الفيديو يوصل لك انزل اعمل لايك، اعمل سبسكرايب، على زر الجرس، واسالني اي اسئله في الكومنتس. متنساش بقى تخش تعملي فولو على تويتر وعلى انستجرام، هتلاقي اللينك في الديسكربشن. يلا بينا. Big it up, big it up. نبتدي بقى بأحسن خمس مدربين، ورقم خمسة جود ايفنينج يوناي إمري. إمري اللي كان بيدرب فيا ريال في أول موسم وتم إقالته بعد 11 ماتش، كسب فيهم 5 ماتشات وتعادل 3 وخسر 3. كان في المركز السابع و18 نقطة، بس ده ما كانش كافي لإدارة فيا ريال وتم إقالته. بس ما استناش كتير ولا أستون فيلا بتكلمه قلت له بقول لك إيه، تعالى امسك بقى مكان جيرارد عشان مودينا في داهية. جيرارد كان لاعب 11 ماتش، كسب 2 وتعادل 3 وخسر 6 ماتشات، كان مجمع فيهم 9 نقط وفي المركز ال 13. بس يوناي إمري قدر يخلص الموسم في المركز السابع بعد ما لعب 25 ماتش، كسب 15 وتعادل 4 وخسر 6. اللي بقى ما خسر نفس عدد جيرارد خسر 6 ماتشات في 11 ماتش، ده خسر 6 ماتشات في 25 ماتش. انجاز كبير قوي ليه يوناي إمري، هو يعرف يصعد باستون فيلا للكونفرنس ليج بعد غياب عن البطولات الاوروبيه من 13 سنه. شفنا تالق كبير قوي ليه اولي واتكنز ب 15 جول و6 اسيستات، وجاكوب رامزي ب 6 جوان و6 اسيستات، و12 كلين شيت بقياده ايميليانو مارتينيز. عشان كده يوناي إمري لازم يكون معانا في رقم 5. رقم 4 معانا في احسن مدربين روبرت ديزيربي. روبرت ديزيربي اللي كان لعيب مهمش واعتزل، محدش عارف عنها، محدش عارف اصلا ان في لعيب اسمه روبرت ديزيربي، ولف لفه حلوه كده في فرق ايطاليا في بايرمو وبينيفنتو وساسولو لحد ما راح شختار ورجع على برايتون عشان يجي لنا في الدوري الانجليزي ونستمتع بالكره اللي هو بيقدمها. برايتون قبل روبرت ديزيربي كان معاه جراهام بوتر، وده كان بالنسبه طبعا لبرايتون مدرب الاحلام، مدرب مش هيجي زيه تاني، ما كانوش يعرفوا مين اللي جاي لهم. برايتون قبل روبرت ديزيربي كان معاه 13 نقطه في 6 ماتشات باربعه فوز وتعادل وخساره واحده، ومع روبرت ديزيربي لعب 32 ماتش، كسب 14 وتعادل 7 وخسر 11 ماتش عشان برايتون تخلص الموسم في المركز السادس ب 62 نقطه. طبعا روبرت ديزيربي مستنيين منه كتير قوي الموسم الجاي مع ماك اليستر وكايسيدو اللي خلاص هيمشوا، على حسب فابريزيو رومانو هو اللي قال الكلام ده. وبقياده ماك اليستر ب 10 تجوان واسيستين، وبروس ب 9 تجوان و8 اسيستات، ومتوما ب 7 تجوان و6 اسيستات، وسولي مارش 7 تجوان و7 اسيستات، وعملوا 12 كلين شيت بس متقسمه على حارسين، جيسون ستيف 6 كلين شيت وسانشيز 6 كلين شيت، يوم كده مقسمين على بعض. كده روبرت زيربي معانا في المركز الرابع ومستني منه كتير قوي الموسم الجاي. في المركز الثالث بقى معانا ارتيتا. انا عارف انت تقول لي بقى ازاي ارتيتا يا عم، ده المفروض يبقى احسن مدرب ولا التاني زي ما التالت وكده. ارتيتا خسر الدوري بغبائه، اه حرفيا بغبائه. ارتيتا مع ارسنال لعب 38 ماتش، كسب 22 وتعادل 6 وخسر 6 ماتشات. بعد صبر وثقه اداره ارسنال في مايكل ارتيتا، قدر ان هو يقدم لهم موسم خيالي ما كانوش يحلموا بيه. خساره ارتيتا الدوري جم في 4 ماتشات، ليفربول 2-2، ويست هام 2-2، ساوثهامبتون 3-3، وبعدين خسر من سيتي 4-1. خلاص عايز إيه تاني؟ فانت بعد 4 ماتشات 2 فرقتين بتنافس على الهبوط، خلاص ما انت فيفر دول مش هيسمع عليك يعني، ركب الدوري خلاص بقى قابلني بقى لو لحقته. بس عاجبني تطور كبير قوي في اوديجارد ب 15 جون و8 اسيستات، ومارتينيلي ب 15 جون و5 اسيستات، وساكا ب 14 جون و11 اسيست، وجابريل جيسوس اللي ما لعبش كتير بس قدر يسجل 11 جون و7 اسيستات. رقم 2 ايدي هاو اللي جه السنه اللي فاتت يمسك مكان ستيف بروس اللي كان نيوكاسل تقريبا بينافس على الهبوط، قدر اللي هو يصعد بيهم للمركز ال 11، واداره نيوكاسل اديته الثقه ويكمل عشان يدينا موسم خيالي ما حلمش بيه جماهير نيوكاسل. في 38 ماتش قدر اللي هو يكسب 9 ماتشات وتعادل 14 ماتش وخسر 5، 14 تعادل، وقدر اللي هو يفنش في المركز الرابع عشان يخش الشامبيونز ليج، وبتألق لعيبه كتير قوي اولهم ويلسون 18 جون وخمس اسيستات، والميرون 11 جون واسيستين، واساك ب 10 تجوان واسيست واحد، وتطور كبير قوي في تريبير بسبع اسيستات وجون واحد. استني بقى اشوف ايدي هاو هيعمل ايه السنه الجايه بالاستثمار السعودي بالتشامبيونز ليج في الدوري، تقريبا كده داخلين على مانشستر سيتي جديد. نيجي بقى لرقم 1 بيب جوارديولا. الراجل يعني مفيش كلام يوصفه، راجل كل شويه بيطور من نفسه، يعني كل شويه بيشوف ايه الجديد ويعمله. عمرك ما هتحفظ بيب جوارديولا، عمرك ما هتعرف تقرا بيب جوارديولا. بيطور في كل حاجه، بيطور في الخطط، بيطور في اللعيبه، بيطور في فكره هو. يعني اكي اداء عظيم، اكانجي ايه، كان ما كناش متخيلين منه كده. جريليش بيقدم احسن اداء ليه في حياته. ستونز اخترع له مركز جديد، اخترع للكوره مركز جديد، ده مركز ستونز ده محدش يعرفه اصلا. فبيب جوارديولا في 38 ماتش قدر هو يكسب 28 ويتعادل 5 وخسر 5 ماتشات. وبيب لسه عنده فرصه اللي هو يكسب الكاس والتشامبيونز ليج، ثلاثيه تاريخيه ما عملهاش غير سير اليكس 99.
والتألق كبير قوي ليه؟ هالاند ب 36 جون، ويجي بعديه دي بروين ب 18 اسيست وسبع تجوان، وفودن اللي انا مستغرب فودن اصلا كان بيلعب، وفودن اصلا لاعب اصلا الموسم ده. فودن مسجل 11 جون، يعني رقم غريب قوي. والفاريز اللي هيفضل مدفون في مانشستر سيتي ومستحيل يلعب اساسي. يعني هالاند هيقعد 10 سنين في مانشستر سيتي مثلا، انت هتقعد 10 سنين دكه؟ اطلع يا باشا شوف فرقه تانيه. يعني في فرقه بتلبس ازرق برضو في لندن، يعني ممكن برضو ما عندناش مهاجم، ممكن تيجي برضو يعني تشوف رزقك هناك. خلصنا بقى احسن مدربين، نخش على اسوأ مدربين. رقم خمسة في أسوأ المدربين هو جراهام بوتر. أنا عارف جراهام بوتر كان المفروض ياخد مركز متقدم عن كده شوية، بس عشان هو مع برايتون في أول الموسم كان بيلعب كرة حلوة، وكان عامل بداية كويسة مع برايتون، فكان صعب اللي هو ينتقل من برايتون لتشيلسي. كانت تشيلسي كبيرة قوي عليه بصراحة. فعشان هو في برايتون انت يعني فرقة طموحها ممكن ما يكونش عالي قوي، تكسب تخسر تتعادل عادي يعني ممكن تعدي. انما انت في تشيلسي انت كنت مقدم اداء سيء، كنت مقدم كرة سيئة وهزايم كتير قوي. وجرام بوتر كان مرشح في فترة من الفترات اللي هو يمسك منتخب انجلترا بعد ساوث جيت. فتوت بويلي قال لك ايه بقى؟ لا، قال لك لا احنا ناخد بقى نلحق بقى المدرب ده قبل ما يمشي ونجيبه عندنا ونديله شرط جزائي كبير وعقد 5 سنين. جايب بيب جوارديولا الجديد. جرام بوتر مع تشيلسي في الدوري لعب 22 ماتش، كسب 7 وتعادل 7 وخسر 8 ماتشات. طبعا رقم سيء جدا جرام بوتر، فكان لازم يكون معانا النهارده في رقم 5. رقم 4 ديفيد مويس. انا عارف ان هو مفاجاه لناس كتير، بس ديفيد مويس السنه دي مقدم موسم كارثي. لو جينا نقارن ويست هام بالموسم اللي فات، ويست هام السنه اللي فاتت لعبت 38 ماتش، كسبه 16 ماتش ومتعادله 8 وخسرانه 14 ماتش، وكانت في المركز السابع ودخلت كونفرنس ليج. فانت ما ينفعش بعد ما تكون مقدم موسم كويس زي ده وتخش بطوله اوروبيه وتزود صفقات زي لوكاس باكويتا، سكاماكا، نايف اجرد، كورنيه، تنافس على الهبوط. انت كنت حرفيا بتنافس على الهبوط، غير بس اخر كام جوله في الدوري. انت ماشي كويس في الكونفرنس ليج، بس انت في الدوري سيء. انت في الدوري لعب 38 ماتش، كسبان 11 ومتعادل 7 وخسران 20 ماتش، ترتيبك في مركز ال 14. احسن لعيب عندك كان بوين، جايب 6 جوان و6 اسيستات، رقم قليل جدا يعني. فديفيد مويس يستحق يكون معانا في القائمه في رقم 4. رقم 3 المفاجاه بصراحه، يعني ما كنتش اتصور ان انا في اخر الموسم احط أنطونيو كونتي في مركز 3 في أسوأ مدربين في الدوري الإنجليزي، بموسم سيء جدا بتوقعات كان كبيرة جدا في أول الدوري، ودلوقتي هو مرفوض عشان قعد يشتم في اللعيبة، قعد يخبط في الإدارة. توتنهام في أول الدوري كانت ناس كتير قوي متوقع لها ومترشحين لها إنها تكسب الدوري، فأنت كنت مع توتنهام تلعب 25 ماتش تكسب 15 تتعادل 4 وتخسر 9 ماتشات، كتير قوي. ما انت في الصيف جايب ريتشارلسون وجايب دانجوما وجايب بيريسيتش وبيسوما، مدعم جامد قوي للفرقه بتاعتك، فانت لازم تحط معانا في اسوأ مدربين في رقم 3. رقم 2 براندon روجرز. روجرز بعد موسم 2021 2022 موسم جيد، كان في المركز الثامن وكان بينافس اللي هو يخش كونفرنس ليج. الموسم ده بقى يعني كان مخلي ليستر الاخير على الدوري، يعني اداره ليستر كانت مكابره وقال لك لا هنكمل مع براندon روجرز، هنكمل مع روجرز، وفي الاخر تمت اقالته. فانت كنت كيلو من الاول كان يجي مثلا دين سميث يعني يحاول يلحق اي حاجه، ما عرفش. روجرز بعد 28 ماتش كسب 7 3 4 وخسر 17 ماتش، كان ليستر 19 على الدوري. في لعيبه مشيت زي فوفانا، ايوزي بيريز وكاسبر شمايكل، بس انت ما عوضتهمش، فانت غلطان. انت كنت قاعد بتلعب بداني وورد نص الموسم، داني وورد لعب 26 ماتش دخل في 46 جون، يعني ده ارقام فلكيه. ده انت لو جايب، ده انت لو ساب الجون سلطه مش هيدخل فيك الاجوان دي كلها. ليستر تبقى تاني فرقة تكسب الدوري، تنزل درجة تانية بعد بلاك بيرن، وتألق مانسون ما كانش كافي اللي هو يخلي ليستر قاعد في الدوري ب 10 جوان و9 اسيستات، حتى بارنز ب 13 جون برضو ليستر هبطت. رقم 1 أسوأ مدرب في الدوري الإنجليزي، أسوأ مدرب في القارة، أسوأ مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي، فرانك لامبارد. لامبارد يا جماعة يعني مش ممكن، يعني لا مدرب صعب جدا. لامبارد عنده نسبة فوز في الدوري الإنجليزي 13%. لامبارد بعد ما راح ايفرتون السنه اللي فاتت وقدر هو يخليهم ما يهبطوش في اخر جولتين، كمل معاهم الموسم ده وقال لك خلاص بقى، يعني انا خليتكوش تهبطوا، اخليكم تهبطوا بالعافيه. لعب مع ايفرتون 20 ماتش، كسب 3 وتعادل 6 وخسر 11 ماتش، كان ايفرتون 19 على الدوري. اداره ايفرتون قال لك خلاص بقى يعني امشي بقى يا عم، هات شون دايش. وشون دايش بصراحه يعني عمل مع ايفرتون معجزه اللي هو يخليهم يبقوا في الدوري. فاداره تشيلسي قال لك ايه ده، فرانك لامبارد فاضي واحنا ماشي جرام بوتر؟ لا يا معلم، لا يا معلم، تعالى اقعد معانا شويه طيب، يعني تعالى لف كده في النادي شويه. فلامبارد جه لعب مع تشيلسي 9 ماتشات، اوسخ 9 ماتشات في حياتي اتفرج عليهم على تشيلسي. كسب ماتش واحد، اتعادل ماتشين وخسر 6 بولا كلين شيت، بهزايم من طوب الارض. انت جيت ماتش ويلز خسرت، بعديها برايتون على ارض خسرت، بعديها برينتفورد خسرت، بعديها ارسنال خسرت، لحد ما خلاص احنا كنا خلاص هنهبط. خلاص انت عندك ماتشين، نوتنجهام فورست
وبورنموث. احنا لو كنا خسرنا الماتشين دول كنا هننافس على الهبوط او هنهبط بنسبه 90%. الحمد لله يعني سير فرانك لامبارد قدر يجيب لنا 4 نقط من الماتشين دول. فانا نصيحه لفرانك لامبارد، كار التدريب ده مش كارك، يا اما بقى تروح تدرب بقى في افغانستان في الدوري الاوكراني وتبقى تجيلنا بقى جاهز، يعني والله نشيلك على راسنا بقى. انما طول ما انت قاعد بتجرب فينا لا، يعني حاول تشوف فرقه تانية تجرب فيها تاخد خبرات اكتر. كل المدربين اللي انا قلت اساميهم في الفيديو معاهم يويفا برو لايسنس. فرانك لامبارد معاه يويفا اي لايسنس. انا مش عارف دي معلومه هتفيدك في ايه، بس لامبارد لسه قدامه وقت كبير جدا في التدريب عشان يبتدي يدرب فرق في الدوري الانجليزي ويبتدي يدرب فرق كبيره. في حاجه مستفزين جدا مع لامبارد اللي هو طلع يقول انا كنت بحاول احفز اللعيبه عشان يلعبوا باسم تشيلسي وتاريخ تشيلسي وكبرياء تشيلسي. ماشي، هلعب بكبرياء تشيلسي، طب علمني اجري ازاي في الملعب، عرفني ادافع ازاي انا وزميلي، عرفني ان انا لما افتح زميلي يضم لي عشان نلعب. اعمل تكتيك، اعمل خطه تعمل. بس انا هفضل العب بكبرياء تشيلسي يا فرحتي، ما الفرقه التانيه بتلعب بتكتيك وانا بلعب بكبرياء، هخسر. يعني لما فرقه تلاقي ستيرلينج جاي بالكبرياء كده، مفيش خطه، ستيرلينج بيجري بالكوره كبرياء بس، روح بس ماشيه بالكوره، المدافعين هيقول لك بس على بس على ده كبرياء تشيلسي جاي عليك، بس هيسيبوه يعني. فبصراحه لامبارد انا مش عايز اشوفك مدرب تشيلسي تاني، غير بقى لما تتطور بقى جامد قوي تكسب بطولات، ساعتها بقى تيجي وانت حاطط رجل على رجل وتدرب تشيلسي وانت مرتاح، مش هنقول لك حاجه. انما طول ما انت قاعد بتقدم ضحك، انا لو جبت على محمد السمكري هيعمل اداء احسن من اللي انت عملته ده. فلامبرد يستاهل اللي هو يكون اسوأ مدرب في الدوري الانجليزي السنه دي. ده كان رايي واختياراتي، مستني بقى تقول لي رايك واختياراتك في الكومنتس. وما تنساش تعمل لي فولو على انستجرام وتيك توك وتويتر، في حاجات مختلفه بتنزل هناك، لك لينك في الديسكربشن. بس كده، سلام.